حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلنا لحد ربع ليس عليك هداهم. طيب، كان الآية دي ليها سبب نزول. كان ابن عباس بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام. تمام؟ ما نطلعش الصدقة غير للمسلمين بس. فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم. بعدها فأمر بالصدقة بعدها على كل من سلك من غير دين، على كل من سألك من غير دين. وسيأتي عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم، طبعا ده في سورة الممتحنة. تمام؟ يعني الآية دي بتقول إن هو تجوز الصدقة على غير من يتبع دين الإسلام. اتفقنا؟ لكن لو وجد مسلم محتاج الصدقة فهو أولى. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم، يعني أنت مش عليك البلاغ، تبليغ الرسالة فقط، لكن الهدى ده من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. انت لما تطلع نفقة انت اللي هتستفاد بيها، مالكش دعوة بقى اللي قدامك ده دينه ولا محتاج الصدقة ولا مش محتاجها، انت هتؤجر على نيتك فقط. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، إذا أنفقت ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يعني الأجر كامل هيجيلك وأنتم لا تظلمون، لا ينقص من صدقاتكم أحدا ولا من أجركم شيئا. للفقراء الذين أحصروا، هنا بقى الفقراء اللي أحصروا يعني حبسوا في سبيل الله، يعني في غزوة، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني ما لهمش أصلا عمل، مش هيعرفوا يشتغلوا، مش هيعرفوا يجيبوا صدقة، أو مش هيعرفوا يجيبوا مال ينفقوا به على أنفسهم. يحسبهم الجاهل اللي هو مش عارفهم، تمام؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عشان ما بيسألوش الناس، ما بيطلبوش صدقة من حد، فاللي يشوفهم يحسبهم أغنياء وهم معهمش حاجة. تعرفهم بسيماهم، يعني بشكلهم وطريقتهم الحسنة. لا يسألون الناس إلحافا، إلحافا يعني إلحاحة، لا يسألون الناس بإلحاح. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أي حاجة هتنفقها والله أجرها هيرجع لك أنت. الذين ينفقون أموالهم، ربنا هنا سبحانه وتعالى بيمدح أهل الصدقات، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، هياخدوا أجرهم كامل عند ربهم، ولا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. طيب، الذين يأكلون الربا، وصلنا عند كبيرة من الكبائر، السبع الموبقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات اللي هي المهلكات. طب نقولهم يعني بما ان هم ذكروا فنقولهم هم السبع الموبقات. أول حاجة طبعا الشرك بالله، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والتولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف يعني خلاص وقت الحرب ووقت التقاء الفريقين أو الجيشين ونهرب، ما ينفعش نهرب في الوقت ده. وأكل الربا، هو ده بمناسبة الآية بتاعتنا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. واحد يقول على واحدة شريفة عفيفة نظيفة ما ليس فيها، فده من السبع الموبقات. آخر حاجة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين يأكلون الربا لا يقومون منين؟ من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كأن واحد فيه سحر مش عارف يقف، كل ما يقوم يقف يروح يقع تاني. ذلك بأنهم، ليه هيقوموا يا رب من قبورهم بالشكل ده؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني جعلوا الأصل الربا، إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ربنا سبحانه وتعالى حل البيع والشراء والتجارة عامة وحرم الربا.
فمن جاءه موعظة من ربه، يعني اللي يجيله الحكم ويعرف الحكم ويعرف تحريم الربا فانتهى فله ما سلف، يعني انتهى عن أكل الربا فله ما سلف، يعني عفى الله عما سلف مع التوبة الصالحة. ومن عاد إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلا خروج وبلا موت. نسأل الله العفو والعافية. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول مهما كان معاك أموال من الربا مش هتحس بيها، مش هتسعد بيها، هتروح ما بين إيديك وإنت مش حاسس بيها أصلا. يمحق الله الربا، يعني بيزيل بركة الربا، مفيش أصلا ليه بركة. ويربي الصدقات، دي العكس بقى، ويزيد بركة الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم، يعني يكفر بنعم الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. طب هو إيه الأجر؟ لا ده إيه، ربنا أخفاه، زي بالظبط الصيام، ربنا أخفى الأجر لعظمه. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، برضو زي ما لسه قايلين من شوية، ولا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لو انت كنت شغال في الربا، لا اتقي الله بقى، اتقي الله وسيبك بقى من الربا، وسيبك من الحاجات اللي مش هتنفعك دي دنيا ولا آخرة. وذروا ما بقي من الربا، اتركوا الربا والمعاملة بالربا إن كنتم مؤمنين. لو انت مؤمن حقا اترك الربا. فإن لم تفعلوا، لو استمريت في الربا، بص بقى، يقول ابن كثير إن المعصية الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى توعدها بالحرب. يعني إيه بالحرب؟ يعني كل حاجة هيخش فيها هيبقى فيها فشل وهيبقى فيها ضرر ليه. مفيش حد أخد الربا أو اتعامل بالربا إلا وبيته اتخرب. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب وإن تبتم، لو خلاص يا رب أنا مش عايز إن أنا أتعامل بالربا تاني، فلكم رؤوس أموالكم، خد رأس المال فقط، لا تظلمون ولا تظلمون، تاخدش حاجة مش بتاعتك وكمان ما تظلمش نفسك. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان فيها حديث جميل أوي. كان واحد من الصحابة بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، كل يوم هصبر عليه صدقة. وبعد كده نفس الصحابي سمع الرسول برضو قال إيه، من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. وبعد كده راح له الصحابي قال له إيه، يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فداك أمي وأبي يا رسول الله، قال له بكل يوم صدقة، مثله صدقة، مثل إيه؟ قبل أن يحل الدين، قبل ما يجي ميعاد سداد الدين. فإذا حل الدين فأنظره، اداله فرصة، فله بكل يوم مثله صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، وأن تصدقوا خير لكم. لو أنت تركت له الدين اللي عليه هينفعك يوم القيامة، إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الآية دي فعلا بتوجع قلبي. نتقي اليوم اللي هنقف بيه بين يدي الله سبحانه وتعالى حفاة عراة، كل واحد هيقف لوحده، معهوش غير كتابه اللي معاه، سواء بقى إيه في أعمال خير أو أعمال شر. محدش هيتحاسب معاك، محدش هيشيل عنك. ودي آخر آية نزلت في القرآن الكريم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. كل واحد هياخد اللي عمل وهيتحاسب، حتى لو كانت مثقال ذرة من خردل. طبعا الخردل ده نبات عشب، احنا عارفينه نبات عشب عبارة عن حبوب صغننة قوي. حتى لو كان حاجة قد نبات الخردل ده هتتحط في الميزان وهتسأل عنها وهم لا يظلمون. يا رب اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا من الذين يشربون شربة من يد نبيك لن نظمأ بعدها أبدا. طيب المرة الجاية إن شاء الله الحلقة القادمة هنفسر آية الدين اللي هي أكبر آية في القرآن الكريم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.